ورحمة الله وبركاته. ازي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير ومعانا فيديو جديد وخبر جديد. بس يا ريت قبل ما نبدا خبرنا متنسوش نعمل لايك، نشترك في القناه، وقبل ده كله نصلي على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. خبرنا النهارده بيتكلم عن الممثله السوريه الجميله شكران، وهي في الجزائر، بتقول ان هي اول مره تلون في لبسها، وهي طبعا كانت حزينه كل الحزن على والدتها، ربنا يرحمها يا رب ويحسن اليها اللهم امين، ويجعل مسواها الجنه ومسوى امهات اللي توفوا كلهم يا رب، ويدي كل الامهات العايشه الصحه اللهم امين. تعالوا بينا نشوف قالت ايه، وان الجزائر واهلها بس اللي قدروا ان يخرجوها من احزانها، وعلشان هي بتحبهم جدا. على فكرة أنا يعني منذ سنة وأكثر لم أرتدي ألوان بسبب وفاة والدتي، وهذه هي أول مرة أرتدي الألوان، فهذا دليل إنه أنتم غاليين كثير على قلبي. شكرا لك. يعني أنا ما بلبس إلا أسود فقط، ولكن أول مرة أكسر الحداد بلبس التقليدي تبع باتنا وجزائر. صح؟ في أشياء لا يحكى عنها، مجرد مشاهدتها هي بتحكي عن نفسها، فهذا تاريخ بدنا نحكي مئات السنين لحتى نقول ونعبر عن جماله. شيء رائع رائع، والمنطقة والطريق كله رائع. اعتراف واعلان من الممثله السوريه شكران مدى حبها وتقديرها واعتزازها بشعب الجزائر الجميل، وهو فعلا شعب محبوب ويتحب. انا كمان بحب الناس كتير جدا جدا من اهل الجزائر. اشوف حضراتكم على الف خير يا رب، اتمنى لكم كل التوفيق والسعاده يا رب العالمين. وبشكر ناس كتير جدا 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 من اهل الجزائر الجمال على رسائلهم الجميله. السلام عليكم.